لطالما كانت المرأة أساس بناء الأسرة والمجتمع من كافة النواحي، بالإضافة إلى دورها الكبير في المحافظة على التراث الأصيل وتناقله عبر الأجيال. وفي ناحية تربسبي، والتي تعرف بالفسيفساء لتشكلها نموذجا فريدا للتعايش المشترك بين المكونات والأقليات والأديان من كرد وعرب وسوريان وأرمن وإيزيديين، الذين استطاعوا بعد ثورة روجافا خلق مجتمع متحاب ومتآخٍ يتشاركون في الأفراح والأحزان وفي كافة المناسبات. ميري مالكي استطاعت من خلال إبرتها نقش وتطريز ثقافة وتراث الشعب السرياني، وجعلت من مهنتها مصدر رزق لها ونقل ثقافة شعبها إلى الأجيال القادمة، وتقول: هالشغل أنا تعلمته من حالي هيك تعلمته. هالنقش وهالشغل كله كان في وحدة تسوي، كنا نروح لعندها نطلع، وتعلمنا نحن ذي الشغل. اشتغلنا قبل، كنا نشتغل، كان يسوي جهاز العرايس كله بردات ومخاد، يعني كان يناموا عليهن، كلها شغل الإيد خرج، وكلها نشتري خيطان. قبل كل شيء كان رخيص، خيطان كان نجيب شلة خيطان ب4 ليرة، هلا صار كل شيء غالي. وتعلمنا الصنعة واشتغلنا، ما كنا نبيع، مو للبيع يعني، لأننا للبيت. كان اختي تصير عروسة اشتغل لها، اسوي لها جهازها كله هالشغل. طالع معه قبل كان هيك يطلع في شماله، هلا ما بقى يحطوا لا بشمالات ولا شيء. كان يطبخوا، كان يشتغلوا يحطوا بشماله قدامن، وكنا نشتغل طرابيزات. لا النص كان يحطوا طرابيزة وحواليها شو اسمه كبيرة، طاولة كبيرة وطرابيزات يعني حواليها، كنا نحط عليهن، ويحطوا نفاضة بشان السيجارة عليهن. وهدوليك المخدات للنومة، كان نعبي مخدات صوف ونلبس لن هالوجه، كان يناموا عليهن، نام عليهن. وهدول التاني الكبيرة للتخت، كان يفرشوها على التخت، تخت مجوز يعني للعرايس، يفرشوها على التخت. وكمان هدوليك طرابيزات. وهدول للحمام، كان يتحمموا يليفوا فيهن. لا هلا الحمد لله تراثنا السرياني يعني صليب، كل شيء صليبوي. هلا حتى هالنقش عدوا صليبوي، مربعوي، كله مربع صليبوي، يعني شغل الايد كله هيك شغلنا. هلا يعني مثل هدول والله ابيعن، اشتغل ابيعن قاعده انا، يعني ايش اسوي والله. لا رحنا لمدارس، لا صرنا موظفين، ولا قبل ما كان يحطون بالمدارس البنات، كان يشتغلوا شغل البيت، يعني كنا نشتغل شغل البيت. هلا صراحه اقول لك اكذب عليك، والله عم ابيع الوحده ب2000 ليره. انا عم اشتغل والله ابيع، يعني الشغل مو عيب، واحد اذا يشتغل. هاي البخشة من لسه خياط امي خيطتها كلها خياط على الايديه، كلها بايدها بابري، وبايدها هالشقف قصتن وخيطتها. قبل البختشكات كانوا ما كان في شيء يعني واحد يحط فيه، كنا نحيط حويسنا بالبختشكي، يقولوا لها بختشكي، وكلها حواليها سوت هالخراق مثل القلب، وخيطت من حواليها. وبقت عندي ذكرى من يومها. شفت وقت اللي جيت هذيك المرة كمان فرجيتوك، قلت لها هاي إلى أنا طيبة بهالبيت، تخلي هالبختشكي تبع أمي أخليها ما أشم ريحتها يكفي. هنا يبرز الدور الفعال الذي تفعله المرأة من أجل الحفاظ على التراث الشعبي ونقله في أجمل معالم الصور من نقش وتطريز.